مرحبا بنات، ورجعنا لكم من جديد وآسفين على الانقطاع بوصفة جديدة شتوية، شوربة تفيد المرضى بطريقة كلش سهلة وبسيطة. تابعوا المكونات. لعمل هذه الشوربة بأسهل طريقة راح تحتاجين خاشوقتين طحين، بصلة مفرومة، طبعا بصل أخضر مفروم، دجاج مسلوق ومقطع ناعم، اي انواع خضار انتي تحبيها. اني هنا حطيت فطر مقطع ناعم وشبنت مقطع ناعم. طبعا الخضار الورقي جدا مفيد للمرضى وجدا صحي سواء شتاء او صيف، فاني اختاريت من خضار الموسم. انتي تحبين تحطين اي شيء انتي تخليه ويحبوه عائلتك ممكن يمشي. البهارات اللي راح تحتاجوها هي فلفل اسود وبهار دجاج فقط وملح. يلا نبدي نسويها. على النار عندي زيت زيتون وراح اضيف عليه البصل واقلبه. استمر بالتقليب لحد ما يستهى واضيف عليه الدجاج المسلوق والمفروم. واقلب. وهسه انزل بالبهارات. اضيف باقي الخضار اللي عندي واقلب لحد ما اوصل لمرحلة الطحين اخر شي. بعد ما حمست باقي المكونات بهالشكل اضيف اخر مكون اللي هو الطحين، وبعدين الماي انتو تتحكمون بيه حسب تخن الشوربة وشون انتو تحبوها، بس تقريبا هي كل خاشوقة ممتلئة من الطحين تاخذ 2 إلى 3 أكواب من الماء. هذه كقاعدة اساسية. انا راح اخلي هنا خاشوقتين طحين. اقلبهم تقليبة خفيفة واضيف الماء، ما اخليهم يحمسون يعني هواية. هيجي كملت عندي الشوربة تقريبا. اتركها تفور على نار عالية لحد ما تفور فورة غلية، يعني 1 أو غليتين. اوطي النار واخليها دقيقتين على نار هادئة حتى نكهة الطحين تروح من الشوربة وتحصلون على نتيجة كريمية جدا. شوربة شوفوا ما شاء الله شكلها. بنات لا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس والمشاركة. اتمنى دعمكم وشكرا جزيلا.